تنظر مدارس الشريعة الإسلامية والتي تعتمد على أسس قرآنية وأحاديث نبوية إلى أن المثلية الجنسية هي خطيئة وجريمة يجب أن يحاسب عليها القانون، وبالتأثر بعلماء مسلمين مثل الإمام مالك والإمام الشافعي. ويذكر في القرآن قصة قوم لوط وقريتهم التي دمرت بغضب الله، لأنهم وفقا لمعظم التفسيرات شاركوا بأفعال جسدية شهوانية بين الرجال. وهنا كان لازم نسمع آراء الشارع الرياضي عن موقف قطر من منع حمل شارة المثليين في مونديال قطر 2022. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ حسان عوض. حياك الله دكتور حسان. دكتور حسان، أكيد أنت متابع للمونديال قطر 2022. أكيد. طب دكتور، في فعل أو حركة تم إفعالها من جانب المنتخب الألماني، وهو بتكتيم أفواههم أمام الكاميرات، وذلك بسبب عدم السماح لهم بدعم المثليين أو حمل شارة المثليين. رأيك بهذه القضية؟ أعتقد أنها حركة شاذة لا داعي لها، كالجماعة التي يدعون لها. فأعتقد أن الحركة يعني خارجة عن الإطار، ولا يعني كان واجب عليهم أن يفعلوا ذلك. لكن في اعتقادي أنك إذا أردت أن تسافر لأي دولة يجب أن هناك قواعد توضع ويجب أن تحترمها، فما بالك إذا انتقلت من بلد يختلف في الثقافات، يجب عليك الاحترام الثقافات. فهم في بعملهم هذا أرادوا يعني الخروج عن إطار القواعد المطروحة من قبل الدول المنظمة أو الدول المنظمة بشكل عام، وكذلك عدم مراعاة الثقافة المختلفة، وكذلك مراعاة الدين الإسلامي. رأيي بهذه القضية يعني خطوة جميلة جدا، ودلالة على حزم وعزم الدولة وحرصها على عدم نشر الثقافات السيئة التي يحاول أن يغزو بها الغرب المسلمين. وهذه يعني حق مشروع انه قطر، انه المانيا لازم تحترم عادات وتقاليد المنتخب قطر كما نحن نحترم عاداتهم وتقاليدهم عندما نسافر الى اوروبا. نعم، بس هم اخوف ما يخافون منا عندما ندخل دولهم ان نغزوهم. ارادوا ان يغزونا باشياء لكن نحن بافكارهم طبعا، فنحن نغزوهم بالاسلام إن شاء الله. وما بيت من حجر ولا وبر إلا سيدخلوا هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. أولا القرار الذي اتخذه دولة قطر يعني بهذا كان قرار صعب جدا جدا جدا. أولا عدم تدخل رفع الشارع، عدم تدخل السياسة بالرياضة، وصدق يعني بأمانة هذا القرار فضح منظمي الفيفا أنهم يكيلوا بمكيالين، ونحن معهم دائما. وللعلم يعني كان تقريبا اغلب الاصدقاء المتابعين كانوا هم مشجعين لمنتخب المانيا. الحركه اللي عملوها اثرت في شعبيتهم كثير جدا. جميل جدا. بيحكوا انه قطر كمان استاذ انور دوله مسلمه، يجب احترام عاداتها، يجب احترام قادتها. هي اساسا هذا هي من قوانين الفيفا ان احترام عادات وتقاليد البلاد المنظمه لهذا، وكما وهذا شيء طبيعي جدا. انا قلت لك يعني انها تدخلت في السياسه وعدم احترام. يعني قرار قطر فضح بعض منظمي الفيفا بالحكايه هذه. يعني احسن حاجه عملتها قطر يعني غير بعمل هذا التمثال بعد ما حصول هذا التمثال الغير شرعي وغير لديننا نحن، لان قطر كدوله مسلمه منعت هذا الشيء، والدوله الالمانيه يجب احترام هذا. ايوه اكيد، عندنا كل واحد له خاصيته في الدين. الدوله الالمانيه يعني شيء غلط هذه تصلحها في ذا، قطر احسنت بهذا التصرف صراحه. رايي كراي اي مسلم او اي عربي في البلاد العربيه. نحن لا ندعم مثل هذه الحركات او لا ندعم مثل هذه الميولات. نحن بعقيدتنا وديننا واسلامنا نرفض كل هذه التوجهات ونرفض كل من يدعمها. لكم حريه الراي فيما لكم، ولكن في بلدانكم. أما في بلداننا عليك أن تحترم عاداتنا وتقاليدنا وديننا وهويتنا الإسلامية. أي شيء يمس الدين أو يمس الهوية العربية
بأي سلبية لن نسمح بحدوثه، وهذا ما قالته قطر بالتحديد. عليك ما دامك أتيت في أرضنا عليك أن تحترم عاداتنا وتقاليدنا، وعليك أن تتمسك أو تتعهد على قوانيننا ونظامنا. هذا ما قالته كل الفرق، حتى التي حاولت مثلا أن تشن هجوما على قطر مثل إنجلترا وغيرها، فوجهت لهم هذه الكلمة. كان استطاعت المنتخبات هذه من البداية إذا كانت تريد أن تحافظ على مبادئها أو على ميولها أو على دفاع على شيء معين، كان عليها الانسحاب، كان عليها تقديم طلب بالاعتذار أنها لأنها لا تتوافق مع شروط أو قوانين المونديال أو الدولة المستضافة أو المستضيفة. ولكن دامهم أتوا وشاركوا عليهم أن يكتموا أفواههم ويلتزموا بنظام الدولة وقوانين الدولة. نحن بلد عربي لا نسبح بهذه الشكليات ولا نسبح بهذه الميول أن يمارس في أرضنا. شوف، الرياضة عالمية، لكن لابد من قوانين تحد هذه الرياضة. يعني لما تنظر الآن انت في كرة القدم فيها يعني قوانين صارمة، يعني أشد من كل الألعاب الأخرى. في الجانب الآخر لابد أن نحترم القيم الإنسانية قبل أن تكون قيمة إسلامية أو كعربية. رفض هذا المبدأ المثليين هو إنسانية الإنسان ترفض هذا السلوك. فلذلك كان موقف قطر موقف إيجابي برفض الأشياء التي تدخل بالإنسانية قبل ما تدخل بالدين والعروبة.